كان الحكم بيد الإمام وحده. الآن عندنا سلطات ومؤسسات، بلد مؤسسي. نعود إلى ولاية الفقيه، ولاية الإمام مولانا، إلى حباب الركاب، إلى العبودية. لا، شبينا عن الطور، مثل ما الحوثي وجماعته المتطرفين دفعوا محافظة صعدة ومديرية حرس سفيان ثمنا باهظا. ما فيش بيت واحد إلا وفي أنين، إلا وفي الشهيد أو جريح أو معوق. نتيجة إيش؟ هذا الذي ذهب ليستشهد، هو ذهب ليدافع عن النظام الجمهوري في صعدة. ليش تقتله؟ ما اعتداش عليك. أنت اعتديت على المدرسة وعلى المستشفى وقطعت الطريق ونهبت مؤسسات الدولة وشليت معدات شق الطرقات. فأجا هذا الجندي ليدافع عن حقوق المواطنين الصالحين. كفى وكفى وكفى تدمير اليمن. الوطن أبقى، الوطن أكبر. نحن حكام نقدم خدمة لهذا الوطن، مش نتسلط على خيراته وممتلكاته وننهب ثرواته ونتاجر بدماء أبناء الوطن. هذه خيانة. نحن كحكام نقدم خدمة لهذا الوطن في مجال التعليم والتنمية والبنية التحتية وبناء الإنسان.